فيلمنا بيبدأ بخيول بيجروا في الوادي، وبنشوف حصان صغير وهو قاعد جنب مامته، ولما بيشوفهم بيقوم يجري معاهم. وبيعدي الوقت وبيكبر الحصان ده وبيبقى زعيم القطيع. هو بيلاحظ أسد عايز يهجم على القطيع، هو بكل قوة بيهاجمه وبيدافع عنهم. وفي يوم بيشوف رعاة البقر جايين عليه، فبيحاول يهرب منهم وبيجري بسرعة علشان يبلغ باقي الخيول ويلحقوا يهربوا. وللأسف باقي الخيول بيقدروا يهربوا ما عدا هو، وبيمسكوه رعاة البقر وبيربطوه بالحبل. وبتكون مامته عايزة تروح تنقذه، لكنه بيصرخ علشان خايف عليها لحسن يمسكوها هي كمان، وبياخدوه معاهم لاسطبل الجيش الأمريكي. وبيجي الكونيلان وبيسألهم عليه لما بيشوفوا، فبيرد جنوده وبيقولوا له إنه ده حصان بري، وإن الجيش الأمريكي بيعرف يتعامل مع الأنواع دي من الأحصنة، وإنهم هيستفادوا منه. وفي اللحظة دي بيكسر الحصان عصاية الكونيلان، فبيتنرفز جدا الكونيلان وبيخلي الجنود يحبسوا الحصان، وبيطلب إن شعر الحصان يتقص. وبيجي الراجل اللي هيقص شعر الحصان وبيحاول الحصان يقاوم علشان ما يقصلوش شعره، لكن الجنود بيربطوه علشان ما يعرفش يقاوم. وبيحاول تاني الراجل يقصله شعره، بس الحصان المرة دي بيضربه برجله، فبيربطوه الجنود بطريقة أقوى، بس بيقدر يفك نفسه. هو بيضرب الراجل تاني، فبيتضايق جدا الكونيلان. هو بيطلب من الجنود إنهم يودوا الحصان للمكان اللي هيتدرب فيه. هو بيروح الحصان وبيبدأ وقت التدريب، وبيجي شخص يركب على الحصان، بس الحصان بيوقعه من عليه. وكل ما بيجي شخص يركب على الحصان بيكون رافض وبيوقعه برضه. وبيشوف الكونيلان اللي بيحصل وبيكون متضايق جدا من الحصان، فبيؤمر الجنود إنهم يحبسوا الحصان. وبيفضل 3 أيام من غير أكل ولا شرب. وبعدها بيدخل الجنود بشاب وهم رابطينه، وبيقولوا إنه كان بيحاول يحرق الإمدادات اللي جاية ليهم. وبيكون الحصان شايف اللي بيحصل ده، وبيقول الكونيلان للجنود إنهم يربطوه ما يدولهوش أكل ولا مية. وبالليل بتترمي سكينة جنب الشاب ده، فبياخدها بسرعة علشان يفك نفسه. بس بيجي الجنود والكونيلان في الوقت ده ومش بيعرف يهرب. هو بيركب الكونيلان الحصان علشان يضربه. هو بيحاول الحصان إنه يعمل زي ما كان بيعمل مع أي حد بيركب عليه ويوقعه، بس كل ما كان بيعمل كده كان الكونيلان بيضربه برجله. هو بيقول الكونيلان للجنود بتوعه في الوقت ده إن أي حصان يقدروا إنهم يسيطروا عليه ويضربوه بالطريقة اللي حابينها مهما كان قوي. هو بيبص للشاب المربوط وبيقول له القبيلة مش هتخضع للنظام اللي هو عايزه. وبيستغل الحصان الوقت ده وبيوقع الكونيلان من عليه. هو بيجري الجنود علشان يطمنوا عليه، وبيكون الكونيلان متعصب جدا من اللي حصل ومن شكله قدام جنوده والكلام اللي لسه قايله. فبيقوم وبيطلع المسدس بتاعه وبيوجهه ناحية الحصان، وبيكون خلاص هيضربه بالنار، بس بيقوم بسرعة الشاب اللي كان مربوط وبيوقع المسدس منه. وبياخد الحصان وبيجروا وبيدخلوا الاسطبل وبيفتحوا الباب بتاعه علشان باقي الأحصنة تهرب، وبيقدروا يهربوا منهم. وبيوصلوا لمكان القبيلة بتاعة الشاب، وبينام الحصان. ولما بيصحى الصبح بيشوف فرسة بتاكل، وأول ما بيشوفها بيعجب بيها وبيحاول يلفت نظرها، بس هي مش بتاخد بالها منه أصلا. ولما بتشوف صاحبها اللي بيكون الشاب اللي أنقذ الحصان بتجري عليه. وبعدها بيحاول الشاب ده إنه يركب على الحصان، لكن الحصان بيرفض. فبتيجي للشاب فكرة، وهو إنه يسيب الفرسة مع الحصان يتمشوا مع بعض، يمكن يتأقلم على الوضع شوية. هو بيفتح لهم باب الاسطبل، بس الحصان بيستغل الفرصة دي علشان يهرب ويرجع لأهله. هو بيفضل يجري بسرعة جدا، بس الفرسة بتمنعه. هو بتاخده وبتعرفه على أهل القبيلة اللي هم فيها، وبتكون في طفلة صغيرة عايزة تلعب مع الحصان، لكنه بيرفض إنها تلعب معاه، فبتفضل تعيط. ولما بيشوفها الحصان بتعيط بيوافق إنه يلعب معاها، وبتفرح جدا. وبعدها بيحاول الشاب تاني إنه يركب على الحصان، لكنه بيوقعه من عليه، وبيضحك أصحابه عليه، وبيروح الحصان عليهم بيخوفهم، فبيجروا بسرعة. وبيروح للشاب، ولما بيشوف الشاب ده بيقرر إنه يحرره، وبيفتح له باب الاسطبل وبيقول له أنت كده حر. وبيودعه الحصان وبيمشي، وبيروح للفرسة علشان يخليها تروح معاه لقبيلته، بس هي بترفض إنها تروح معاه علشان تبقى مع صاحبها. وبيجي في الوقت ده الكونيلان وجنوده علشان يقبضوا على الشاب والقبيلة، وبتشوفوا الفرسة والحصان وبيقرروا إنهم يرجعوا علشان ينقذوهم. ولما بيشوفهم الكونيلان جايين عليه بيضرب نار على الفرسة، هو بتقع في النهر وبيصرخ الحصان من كتر خوفه عليها، وبينزل النهر علشان ينقذها. هو بيقدر ينقذها فعلا. وبعدها بيجي الجنود وبياخدوا الحصان وبيسيبوا الفرسة لأنها بتكون خلاص بتموت، وبيركبوا الحصان عربية فيها خيول تانية، وبيكون الحصان حزين جدا علشان الفرسة. وبعد كده بتوصل العربية، وبنعرف إنهم أخدين الحصان علشان يشتغل، والشغلانة هي إنه يشد هو وباقي الخيول
خيول القطر على القضبان، وبتيجي فكرة للحصان وهو إنه يعمل نفسه مات علشان يقدر يهرب، وبياخدوه الجنود علشان يرموه بعيد، لكنه فجأة بيكسر السلاسل المربوطة في القضبان وبتقدر كل الخيول إنها تهرب، وبيهرب الحصان هو كمان، لكن عربية القطر بتقع وبتكون وراه، وبيفضل يجري على أمل إنه يفلت منها، والنار بتكون حواليه في كل حتة، وبيكون خلاص قدر يفلت منها، لكن لسوء الحظ السلسلة اللي في رقبته بتتعلق في شجرة، وبيجي الشاب في الوقت المناسب وبينقذه، وبيجي الكونيلان والجنود وبيفضلوا يطاردوا الحصان والشاب لغاية ما بيوصلوا لجبل عالي، وبيكون مش قدامهم حل غير إنهم ينطوا من عليه للناحية التانية، وبيقرر الحصان إن هو يعمل كده، وفي نفس الوقت واحد من جنود الكونيلان بيوجه سلاحه ناحية الحصان علشان يقتله، لكن الكونيلان بيمنعه، وبيفرح جدا هو والشاب، وبيروحوا للقبيلة، وبيفتكر الحصان الفرسة وبيكون زعلان عليها جدا لأنه بيكون مفكر إنها ماتت، والمفاجأة هنا لما الشاب بيصفر وبتيجي الفرسة وبتكون لسه عايشة، وبيفرح الحصان جدا، وبعدها بيحضن الشاب الحصان وبيودعه وبيقوله إنه هيفتقده، وبيسيب الفرسة تروح معاه للقبيلة بتاعته، وبعد عناء طويل بيرجع الحصان لأهله وبيكون فرحان جدا، وهم كمان بيكونوا فرحانين بيه، وهنا بتخلص قصتنا.